حزينة ومقهورة قوي، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. صدمة كبيرة قوي ووجع قلبي كبير قوي. مهما أقول لكم، مهما أحكي لكم، محدش فيكم هيحس بيا، محدش بيحس بالنار غير اللي كابشها، وانا اللي كابشه النار بايدي. نار تعبي ومجهودي. شايفين الارنب طول ايه؟ شايفين الفرخه قد ايه؟ شايفين البطه قد ايه؟ كل الحاجات دي ما كبرتش بين يوم وليله، كل الحاجات دي ما كبرتش من الميه، لا، الحاجات دي خدت مني وقت ومجهود وفلوس وكل حاجه، وكنت مستنيه لما تكبر بفارغ الصبر مشروعي بقى وحاجتي ومالي وفلوسي. ربنا ما يكتبها على حد، والله بجد ربنا ما يكتب اللي انا فيه ده على حد، يعني ما اتمناش اللي انا فيه ده لألد اعدائي. والله خساير فظيعه، خساير بالالوفات. لما تطلعي كده في امان الله، انت طالعه تحطي اكل وميه للطيور بتاعتك، وفجاه تلاقي المنظر ده قدامك، يا رب ايه ده؟ صعب 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 قوي. شوفوا البطه كانت قد ايه، وبصوا البطه قد ايه، بصوا الفرخه والديك. ياه، مش قادره اتخطى المنظر ده، مش قادره انساه، مش قادره. ربنا يعوض عليا. هقول ايه طيب؟ هقول ما فيش حاجه تتقال. اقول ايه؟ ما عنديش حاجه اقولها. ربنا يعوض عليا يا رب. بصوا المنظر عامل ازاي. ياه، صعب قوي، صعب صعب والله العظيم. مهما اقول لكم يا جماعه، بس ما حدش يشمت يا جماعه. في ناس بتشمت في الحاجات دي، ما تشمتوش. بتشمتي فيا ليه؟ طب انا عملت لك ايه عشان تشمتي فيا؟ اللي تقول لي احسن واللي تقول لي تستاهلي. ليه 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 ليه؟ في ايه بيني وبينك عشان تقولي لي احسن وتستاهلي؟ صعب صعب قوي، صعب. شايفين المنظر. الطيور دي انا جايباها نونو، بيبيهات، كتاكيت. كل الطيور اللي انت شايفينها دي انا كنت جايباها كتاكيت، لفظ كتاكيت كده. جايباهم من الشتاء طبعا، كنت جايباهم من الشتاء، كان الجو لسه حلو وقبل رمضان وفي رمضان. ياه، صعب صعب قوي والله العظيم. وقلت بقى على العيد الكبير بقى هناكل ونهيص انا والعيال، ناكل بقى حاجات. الفرخه دي كانت بتبيض. شوفوا الارنب ده كان قرب يولد برضه، الارنب ده كان قرب يولد. شوفوا الديك، شوفوا لونه بيبقى حلو ازاي. الوان الديوك دي يا مش قادره، وحياة ربنا ما قادره. يا رب يا رب هونا عليا يا رب، يا رب هونا عليا يا رب، يا رب هونا عليا يا رب، يا رب هونا عليا يا رب. ادعولي ان انا اجتاز المرحله دي، انسى. عايزه انسى بجد، عايزه انسى قوي. يلا الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا خير، والله الحمد لله. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ جبت الشوال بتاعي وهلملم بقى الحاجه. يا رب يا رب. صعب مهما احكي لكم، مهما اقول لكم، صعب موقف صعب يا رب قوي، صعب. يا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يعني يصبر أي حد بيخسر، ربنا يعوض أي حد بيخسر. خسائر وحشة قوي يا جماعة. بصوا، هو عموما المشاريع اللي فيها روح وطيور وبهايم عزكم الله وحاجات زي كده، بتبقى الضربة فيها جامدة جدا، قوية جدا، بتوجع، ضربتها بتوجع. لكن اي شغل تاني الخسارة بتاعته ما بتوجعش. ليه بقى؟ يعني مثلا زي برضو اللي زي الطيور والبهايم والحاجات دي، الخضار والفاكهة، الخسائر فيها بتوجع جامد. بس في حاجات بقى ما بتخسرش، زي الملابس، زي اي بضايع بقى تانية، الملابس، الشوزات، اي بضاعة عادي بتقعد بالشهور ما بيجرالهاش حاجة.
بالعكس ده كل ما بتقعد كل ما قيمتها بتزيد وكل ما بتغلى. اللي هو انت مش خسرانه حاجه، الاجهزه، الملابس، الجزم، اي بضاعه، اي حاجه، خشب، حديد، اسمنت، كل الحاجات دي ما بتبص. لكن اكتر حاجتين فعلا الخساره فيهم بتبقى صعبه قوي، الحاجات اللي فيها روح. شوفوا صوتي عامل ازاي، الحاجات اللي فيها روح والحاجات اللي فيها اكل وشرب ممكن يبوظ. يعني لا مش قصدي المعلبات، لا قصدي الخضار، فاكهه، حلويات اتعملت وخلاص، محل حلويات لو ما باعش الحاجه بتاعته هتبوظ. انا نازله اهو خلاص، نازله اوديهم بقى في الزباله علشان خلاص بقى مش هنحنطهم احنا، يعني مش هنحنطهم. بصوا انا هنا ريحت شويه من كتر ما هما تقال قوي، شايلهم بالعافيه اصلا، جردل وشوائل. شايفين انا اللي ماشيه هناك اهو بين التكاتك كده، مش قادره امشي، لو تلاحظوا مش قادره امشي والله. يا الله يا رب يا رب. ربنا يهونها علينا بقى، نعمل ايه طيب؟ صعب بقى اجيب حاجه تاني في الوقت اللي جاي ده. مفيش خلاص، مفيش مجال ان انا اجيب حاجه تاني، خلاص مش هينفع ان احنا نجيب اي حاجه تاني، مع ان عندي علف كتير قوي بس مش عارفه اعمل فيه ايه. قولوا لي يا جماعه، انا كنت جايبه كميه علف رهيبه عشان الطيور بتاعتي بقى دي، وما اقعدش كل شويه اشتري بالكيلو بال2 كيلو بال5 كيلو، لا ده انا كنت جايبه 100 كيلو علف والله العظيم ب 1700 جنيه. يا رب يا رب عوضني، يا رب عوضني، عليه العوض ومنه العوض والله العظيم. يعني انا حاسه ان ربنا يعوضني خير ان شاء الله. كنت جايبه علف 100 كيلو علف هناك تحت السلم، ما خدتش منه ولا مثلا بتاع 20 كيلو ولا 25 كيلو، ربع الكميه يعني. والباقي انا مش عارفه اعمل فيه ايه، مش عارفه، خلاص ما عادش عندي حاجه تاكله. هاكله انا بقى العلف ده ناكله انا والعيال ولا نطبخه ولا نعمل ايه؟ مش عارفه اعمل فيه ايه بجد. ومعيش فلوس ان انا اجيب له حاجه، يعني مش مثلا ما اقدرش ان انا اجيب مثلا بط ولا اي حاجه عشان ياكلوا العلف ده، مش معايا فلوس ومفيش وقت اصلا. خلاص جوزي عايز المكان 1/7، عايز السطح يبقى فاضي وعايز الدنيا تبقى فاضيه. هنا بقى دي الارانب، الارانب برضو رحت ماسكاهم وعاملاهم، لان خلاص ما هتقعد تعمل ايه، قاعده تعمل ايه بقى؟ يعني انتي خلاص حاجتك يعني 90% ولا 80% من حاجتك ماتت، هتخلي الباقي يعمل ايه؟ لا مش عايزه، خلاص مش عايزاهم. زي اللي اتشائمت، مش بتشائم انا، بس اللي هو خلاص بقى يعني مش محتاجاهم، اعمل بيكوا ايه؟ كل ما هشوفهم هقعد افتكر ان هم كانوا كتير قوي، واشوف بقى ان هم بقوا كميه. والله العظيم يا جماعه مهما احكي لكم مش هتحسوا، مش هتفهموا، مش هتعرفوا اللي انا فيه. وبيبقى طبعا اي واحده في مثل ظروفي انا حاسه بيها، انا الدم بيغلي في دماغي حاسه انه في فوران في دماغي، في نافوخي كده، خايفه قوي، خايفه والله لا يجرى لي حاجه. الحزن وحش، انا عارفه ان الحزن وحش، والحزن بيخلي المناعه زيرو، بيقلل المناعه جدا وبيخليكي عرضه لاي حاجه، جسمك ممكن يستقبل اي حاجه. ما انا مجربه ان الواحد يحزن يبقى عرضه لاي حاجه والعياذ بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ربنا يعافينا ويعافيكم، وما يكتبش الخساره على اي حد فيكم ابدا ابدا ابدا. هتقولي لي ايه ده انت بتصوري خيبتك؟ وفي حد بيصور خيبته؟ ايوه عادي بصور خيبتي، ايه المشكله يعني؟ عشان الكل يتعظ. يعني هو الواحد بس هيصور الحاجات الحلوه والحاجات الايجابيه؟ لا، بصور كل حاجه عادي. شوفوا الارنب كان قد ايه، شايفين ما شاء الله، يكفي عيله، يكفي اسره،
مات منهم بقى، مات من الارانب دي بتاع 3 ولا 4. 4 ماتوا، 4 واتبقى 4. مات 4 واتفضل 4. كنت جايباهم صغيرين قوي الارانب دي، كنت جايباهم بيبيهات، اللي هو عمر، عارفه انت الارنب هو صغنطوط كده عمره اسبوعين، هو كان كده بالظبط. ايوه. كمان الفراخ كنت جايباهم صغيرين قوي، كتاكيت عمر اسبوع ولا 10 ايام. كمان البط كنت جايباه صغنطوط خالص. يا الله، يا البط ده بالذات اللي صعبان عليا قوي. ليه بقى؟ كله والله كله صعبان عليا، بس البط اكتر حاجه، لان البط كان خلاص قرب يقفل، وهو بالفعل كان فيه كتير منه قفل ريش، وكان هيبدا بقى يبيض ويخرج بط صغير، وابدا اشوف بقى ثمره تعبي، ثمره مجهودي. تاخد البط الصغير ده، يا اما ابيعه يا اما اربيه، يا اما ابيعه يا اما اربيه. يلا كله ماشي خلاص، كله راح، كله راح، كله راح. على رأي إيهاب توفيق، والله يعوض علينا باللي يفرح عينينا. يا رب عوض عليا، يا رب عوض الصابرين. هتقولي انت قاعده انت كده صابرين، انت قاعده تندبي حظك كده. مش عارفه اقول ايه. ما انا لازم افضفض معاكم، ايه اللي يجرالي حاجه لازم اتكلم. فانتوا اكتر ناس بتسمعوني، مفيش حد بيسمعنا الا انتوا. الكل شمتان بقى، كل اللي حواليكي بيبقى شمتان فيك، او مش شمتان، بيقطم فيكي بقى، يقعد يقطم فيكي، يقعدوا يقطموا فيكي. وليه؟ واحنا قلنا لك لا، او مش لا. جوزي يعني هو مش حابب الموضوع ده خالص. ناس كتير قوي بتقول لي اكيد الحاجات دي حد سماها لك. مين اللي يسمها لي يعني؟ مين اللي يسمني؟ عيالي ولا مين؟ ولا جوزي ولا مين؟ مستحيل طبعا. خيالكم واسع قوي يا جماعه. هيسموه ازاي؟ يسموا ايه؟ هيسموا ما هي حاجتهم برضو. يعني نقول كلام كده يعني العقل يقدر يفهمه ويستوعبه. لا، هي الحاجه ما تسمتش ولا اي حاجه، الحاجه ماتت من الحر. بس برضو مش شرط، لان النهارده الجو حلو، وطبعا اتقرصت انا والباقيين بقى. البط الباقي حط له ميه كتير بالعبط فوق. ميه كتير قوي قوي قوي. طلعت لقيت الميه كتير قوي حواليه برضو، ولقيت بطه برضو ماتت. فهي مش قصه ما يعني ايه، سبحان الله، يمكن ربنا عمل كده البطه اللي ماتت دي علشان اصل ضميري كان مأنبني، اللي هو انتي سبتيهم واكيد عطشوا واكيد الحر. لا، ما هو تاني يوم الميه قدامهم والجو حلو. النهارده جو حلو خالص عن امبارح كان جهنم، نار جهنم كده امبارح. ومع ذلك في واحده تاني ماتت. وخايفه اطلع دلوقتي على السطح، والله خايفه اطلع واتصدم بقى بحاجه، تبقى منظر تاني ولا حاجه تاني. لله الامر من قبل ومن بعد. ايه كمية الدبان اللي حوالين الواحد دي؟ تصدقوا الطيور فعلا يا اولاد هي اللي بتجيب الدبان. الطيور والسطح وفضلات الطيور والحاجات دي هي اللي بتعمل دبان فعلا. فخلاص هي جت من فوق، هي جت من عند ربنا خلاص، مش هيبقى فيه طيور تاني. حتى جوزي قال لي ما تعملي، ما حتى بعد ما نبني ما تعملي حسابك ما تجيبيش طيور تاني، مش هنربي طيور تاني. قعدت اتنطط شويه وليه ومش ليه، قال لي هو كده انا مش عايز حاجه تاني خلاص. ورحت ساكته بقى، اللي هو يعني الرحمه يا جدعان، في ايه؟
لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين يا رب. بحس ان استاذه في تنظيف الحاجات دي، بحب انضفها، بعرف انضفها حلو قوي. ليه طريقه برضه يا جماعه، الطيور دي والحاجات دي بيبقى ليها طريقه في التنظيف، مش اللي هو تغسلي تحت الحنفيه وخلاص، لا انت لازم تفتحي كل حته كده عشان تطلعي اي حاجه مش مستحبه يعني. بصي الكبده بقى بتاعت الارنب بيبقى فيها مراره كده، بس خط المراره بيبقى رفيع كده ومش سهل ان انت تطلعيه زي الفراخ والبط والحاجات والوز والحاجات دي، لا بيبقى لازق كده، لازق. ايوه ده احمد نايم. انت اسمك ايه؟ يوسف؟ يوسف اسمك ايه؟ زياد؟ احمد نايم عيان، بطنه وجعاه يا حبيبي، تعالى له كمان شويه. صاحب احمد بيسأل عليه، بس احمد عيان، ادعوا له ربنا يشفيه، بطنه وجعاه قوي. فكنت بقول لك الكبده بيبقى فيها المراره كده، خط مراره كده، بيبقى محتاج ان انت تطلعيه بشويش، ودي طريقه معينه كده في التطليع، محدش علمها لي، انا مع الزمن كده الدنيا هي اللي علمتها لي يعني. اهو بصوا بسحبها كده شريط كده، سبحان الله، كيس كده بيتسحب كده بطريقه معينه يعني. شايفين كبده الارنب قد ايه ما شاء الله، والكلاوي والحاجات دي كلها، والارنب نفسه بقى مليان لحم كده. مات كتير قوي يا ولاد، قلبي قلبي يما، يا قلبي يما، يا قلبي يما. يا وجع قلبي انا يما. يلا الحمد لله. احمد زياد جه سأل عليك، شفته؟ انا قلت له نايم. ماشي بابا قال لك انزل عادي. بطنك وجعاك يا احمد؟ بطنك وجعاك، ما تهريش كتير في اللعب. لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا بقى خلاص غسلت الارانب ورحت نقعها في الدقيق والملح شويه، هشطفها بقى وهكيسها احطها في الفريزر. الحمد لله. في واحده كمان بتقول لي يعني انت عايزه تقنعينا ان السطح جنبيكي وما شفتيهمش وما ادركتيش ان هم بيموتوا؟ طب ارد عليها اقول لها ايه؟ يعني انا كنت عارفه مثلا ان هم بيموتوا ومع ذلك قلت لا يا بنت سيبيهم يكملوا موت بقى علشان تصوري فيديو هيجيب لك 1,000,000 جنيه.
ايه مليون 1000 جنيه؟ 1000 مليون جنيه؟ ايه 1000 مليون؟ هيجيب لك مليون جنيه الفيديو؟ اللي هو الفيديو هيجيب لي مثلا دولارين ب 100 جنيه. فايه انا عرفت بقى ان هم بيموتوا، قلت خلاص بقى سيبيهم يا بت، سيبيهم ده انت هتعملي فيديو هيطلع حتى لو الفيديو هيجيب لي مليون جنيه ابقى شايفه حاجتي بتموت واطنشها واسيبها. عشان ايه ده؟ ايه التفكير بتاعكم ده؟ ايه العقليات العجيبه الغريبه اللي الواحد بيقابلها في حياته دي؟ يا جماعه بالراحه شويه علينا، يعني بالراحه بجد. في ناس استغفر الله العظيم يا رب، مش عايزه اقول بكرههم بجد، بيكرهوني فيهم. ايه ده؟ لا وتلاقي الواحده من دول مش مشكله بقى، بتكتب اللي يجي على دماغها وخلاص، مش مهم بقى الكلام ده هيضايق اللي قدامها مش هيضايقه، ملناش فيه، احنا هنقول وخلاص، هنتكلم وخلاص. يبقى في شويه ذوق كده. خلاص الذوق ده اتمنع خالص كده عند البشر، مفيش ذوق خالص. لا في يعني في ناس ما شاء الله قمه في الذوق، بس الغالبيه بقت حاجه صعبه بصراحه. هنا بقى خلاص بقى كيس الارانب بتاعتي اهي. خلاص يا جماعه الفيديو بتاعنا خلاص خلص. هكيس بقى الارانب بتاعتي واحطهم بقى في الفريزر، وادعوا لي ان ربنا يصبرني ويعوضني خير. ربنا يصبرني ويعوضني. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. استودعكم من الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.